بقالي شهر بجمع في أجرة السكة عشان أروح من ليبيا ومش عارف. يعني أولا ربنا يوفقك ويزيدك وتروح بالسلامة. في ناس كتير بتبعتلي إن هي عاوزة تروح ومش عارفة، بس أنا مش عارف يا جماعة. يعني بجد إزاي أنت مثلا هنا في ليبيا وشغال، أو مثلا قاعد بتدور على شغل أو كده، وأنت عاوز تروح بقالك فترة، لسه جاي من شهر، بقالك سنة، بقالك مش عارف ايه، ومش عارف تروح. يعني مصاريف السكة 400 دينار أو 500 دينار لغاية الجمرك المصري. يعني انت لو اشتغلت 5 أيام في المعمار هتروح عادي. لو اشتغلت أسبوع في أي مطعم أو مع أي نجار أو مع أي سباك أو في أي حاجة هتروح. لو انت عاوز تروح مثلا والفترة دي ما معكش فلوس، لو استلفت 500 دينار من أي واحد صاحبك هتروح. لو انت يا عم اقصى لحد خالص لسه باعت فلوس قريب اللي كانت معاك وسبت الشغل وكده وعاوز تروح وما معكش، لو 500 دينار في كام في مثلا هنحسبها، قول 6 في 3000 جنيه مصري. اي حد بعتهم لك من مصر هتروح لو انت لظروف يعني. يعني المروح مش بيحتاج فلوس كتير، يعني مش عاوز لك 20-30 ألف جنيه عشان تروح. يعني انا حاسس بيكم والله، يعني وحاسس بالناس اللي هي مثلا قاعده من الشغل وكده، بس يعني الموضوع مش مكلف، ده هم 500 دينار. فربنا يوفقك ويرزقك يا رب. ما دام انت عاوز تروح انزل شوف شغل اي اسبوع في المعمار يا عم. حتى لو انت ما بتعرفش تشتغل في المعمار وكده، تعال على نفسك اسبوع 7 ايام، مش يعني مش حاجه. اشتغلهم وانزل توصل بالسلامه يا رب.